اللي انا اعرفهم شخصيا. بصوا، هو انا اصلا مهندسه مدني، يعني انا قعدت كتير مهندسه مدني، وبعدين بعد كده جيت لقيت ان الهندسه المدنيه طبعا زي ما انتم عارفين بالنسبه للبنات يعني اكتر ان هي بتبقى مرهقه ومتعبه. فحسيت ان انا عايزه اغير كده. فدايما انا مقتنعه ان في زي كده ايه شورت كاتس، يعني ربنا ساعات كده بيديك شورت كات بتخلي الوقت يعني الوقت بتاعك ما يبقاش كتير قوي، ما يطولش قوي وانت بتذاكر. الشورت كات دي باشمهندس رضوان بصراحه اداها لنا في برنامج المنتور في الكورس. يعني مثلا الكورس منظم جدا، اختصر عليا وقت طويل جدا، لان انا مش بحتاج ان انا اخد مصادر ثانيه. يعني مثلا ما ببقاش عايزه اخد كذا مصدر، لا باشمهندس رضوان بيديني المعلومه من الاول للاخر، معلومه يعني واضحه وكلير، وهو كمان بيشرحها حلو جدا. يعني ما بحتاجش اصلا ان انا افتح فيديو تاني. نفس القصه برضو كانت بالنسبه لموضوع المنتور. انا كانت معايا واحده صاحبتي، هي كانت بصراحه هي اللي كانت متبنياني، هي كانت اصغر مني، هي مش موجوده معانا النهارده، انا كان نفسي تبقى موجوده، اللي هي باشمهندسه رحاب. هي اللي كانت دايما برضو بتديني كده زي ستيبس كده، يعني لا انت مثلا ايه، لا ركزي في الحته دي، زي ما بالظبط في هنا اللي هو الباشمهندس بيير كان بيقول ان احنا نركز في الحاجه اللي احنا بنعملها، نبقى يعني تكونسنتريت في الجوبس بتاعتك، تبقى انت اكسبرت فيها. مش هقعد اخد حاجات كتيره تشتتني وكده. فهي رحاب بصراحه كمان كانت بتديني الستبس الاولانيه اللي بتخليني ان انا اقدر يعني ازاي اوصل باسرع طريقه. فبصراحه يعني مبسوطه طبعا من الكورس، ومبسوطه من المنتور شيب. طبعا باشمهندس رضوان كمان معانا التوجيه بتاعه، التوجيه يعني مش اي حد يقدر ان هو يوجه الا لو هو عنده خبره وناجح في الموضوع ده، مش بس عنده خبره. طب ما ممكن يكون في حد عنده خبره ومش ناجح فيها، او ان هو مش ناجح في المكان بتاعه. لا انا كنت دايما مهتمه جدا ان هو يكون اي حاجه باخد فيها ستيب جديده بساله. كان بيرد عليا الصراحه بكل امانه، يعني عنده صدق وامانه واخلاقيات جدا في التعامل. البرنامج ده بصراحه يعني بيختصر وقت فظيع، مش بس يعني مش وقت بس، وقت وخبره، وبيختصر عليك مذاكره ومجهود. لا في فرق كبير قوي. يعني انا بصراحه حابه اشكره جدا، متشكره جدا جدا. وطبعا بشكر رحاب، هي مش موجوده معانا النهارده، كان نفسي تكون موجوده. وبشكر كل اللي انا اتعرفت عليهم، لان انا برضو يعني حتى كل ما محمود شاهين بيتكلم انا بحس ان انا بيبقى عندي كده زي طاقه ان انا اكمل وان انا اشتغل. لان ساعات الواحد بيبقى لا خلاص بيجي يقول لا خلاص انا مش عايزه اكمل، لا بس بسمع زي محمود شاهين، زي باشمهندس رامي، زي كل اللي معانا في المنتور. بصراحه ببقى مبسوطه بيهم جدا ومتشكره ليكم كلكم.